ازيكم يا حلوين؟ معاكم منى حسن في فيديو جديد ووصفة جديدة. ما تنسوش تصلوا على النبي يا حلوين، وكمان لو اول مرة بتشوفوا القناة بتاعتي ما تنسوش تشتركوا فيها وتكتبوا كومنتات حلوة كتير زيكم، وكمان تحطوا لي لايكات تشجعوني ان انا اعمل لكم حاجات احلى واحلى بكتير. وكمان انا بقالي فترة كده منزلتش فيديوهات، وعايزة اقول لكم بجد ان انتوا وحشتوني. تمام، هنا بقى هنعمل وصفة كده الجوع بقى اخر الليل. ممكن بقى كمان تستخدميها لو فطار كده، حاجة خفيفة وسهلة وبجد طعمها يعني ايه تحفة. معايا هنا كده فلفل الوان اصفر واحمر واخضر. وكمان كده قطعت عليهم حتة كده سبايسي، لو انتي مش عايزاها خلاص مش مشكلة. وشوية طماطم كده صغيرين، تمام. بس التقطيع يبقى صغير يعني. هرش عليهم بس رشة بسيطة قوي ملح. وهسيبهم بقى على جنب. هنا كده هجيب بيضتين، احط على البيض ده شويه ملح وشويه فلفل اسمر. انا حطيت على الفلفل والطماطم شويه ملح سنه بسيطه، بحيث ان الخضار نفسه يبقى متطعم ومالح. يعني انا كده كده احط على البيض ملح يعني. شويه ملح وفلفل اسمر كده، وهبدا بقى ان انا اضربهم كلهم في بعض حلو. وتعالوا بقى هنشوف هنعمل ايه. هي الوصفه دي ممكن بقى انتي لو جعانه تقومي تعمليها، بجد طعمها تحفه. انا كنت عامله حاجه شبهها كده قبل كده في القناه، يعني ممكن برضو تدخلوا تشوفوها. ومعايا كده شويه جبنه موتزاريلا، يعني الجبنه دي ممكن تحطيها، ممكن تستغني عنها انتي وراحتك، تمام. اللي كان معايا هنا موتزاريلا، ممكن تحطي بقى رومي. ممكن كمان تجيبي زيتون وتحطي برضو، هيبقى طعمه حلو قوي. ممكن تجيبي لانشون، تقطعي برضو فيها لانشون. يعني اللي موجود عندك، بس انا عملتها بالمكونات اللي كانت موجودة عندي في البيت. جبت بقى رغيف كده، حطيت يعني جبت طاسة الاول سخنتها وحطيت فيها شوية زيت. وجبت بقى رغيف كده وحطيت فيه بيض، تمام. انا هحط يعني نص البيض اللي عندي عشان هعمل كمان رغيف. وهبدأ بقى احط ان انا احط شوية من الخضار اللي هو الفلفل الالوان والطماطم. وزي ما قلت لك ممكن تضيفي زيتون. ممكن تضيفي لانشون اللي متوفر في بيتك. حتة ممكن هو على كده يبقى حلو. لو انت مش عايزة تحطي الجبنة الموتزاريلا يعني. هبدأ بقى ان انا كده احمرهم كأنهم زي الحواوشي كده، احمرهم في الطاسة عادي. هقلب فيهم كده كويس، وبعدين بقى في الاخر هاجي احط هروح جايه حاطه الجبنه. الوصفه حلوه وسهله وبجد طعمها وهم. لذيذه قوي. فطار بقى عشاء حاجه كده. سهله وخفيفه باذن الله تعجبكم. وزي ما قلت لكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتحطوا لي لايكات كتير وتكتبوا لي كومنتات حلوه كتير زيكم. وتشجعوني بقى ان انا ما اغيبش الغيبه اللي انا غبتها دي تاني. انا عارفه ان انا بقالي كتير قوي غايبه. بس والله الواحد كان كسلان يعني انت عارفين بقى الشتا والسقعة وكسل، وكمان اصلا مفيش تشجيع مشاهدات ولا كومنتات ولا اي حاجة. فالواحد اصلا يعني كان مكسل. هنا بقى كده خلاص هبدأ ارش الجبنة الموتزاريلا، انا حطيتها في الاخر بحيث ان انا الاقي برضو المطة بتاعتها لسه موجودة. ما حطيتهاش في اول السندوتش ولا حاجة. هو الساندوتش ده الصراحة انا كنت حاسة ان هو ناقصه زيتون، كنت عايزة فيه حاجة كده ايه، مالحة تكسر الحوار شوية، بس ما كانش عندي الصراحة. هبدأ بقى اخلي كده خلاص، هو اصلا كان معايا خلاص استوى. فهخلي بس الجبنة الموزاريلا كده تسيح، وهوريكم بقى الشكل في الاخر عامل ازاي. بجد شكلها تحفة وطعمها تحفة. ولو ما عندكيش برضو بص الشكل ومطة الجبنة مغرقة السندوتش مدارية اصلا على باقي الحاجات. بجد طعمها كان حلو قوي. لو ما عندكيش فلفل الوان برضو ممكن يبقى فلفل اخضر بس يعني، فاللي هو ما توقفيش نفسك على حاجة. واعملي الوصفة وباذن الله هتعجبك قوي. هنا بقى كنت بوريكم تاني الشكل كده، يعني هنا سأسقط قليلا يعني. المنظر الصراحة في قلبي، اللي هو انا عملتها وكلتها فجعت عايزة اقوم اعملها. يلا بقى سيبكم في رعاية الله، مع السلامة.